حبايب فاطمة، تعالي يا حلوة انت وهي شوفوا الوصفة دي. أكلة السبانخ الشهية اللذيذة اللي كلها فيتامينات ومعادن وكمان منسية، اللي طعمها وريحتها جنان وكمان تجيب الجيران. تعالى أقولك على الطريقة، بس قبل ما أقول صلي على الحبيب ودوسي لايك ودعوة حلوة منك كده لأختك حبيبتك، ويا رب تدخلي الجنة وولادك يطلعوا من الأوائل. يلا شجعيني بكلمة حلوة. معانا السبانخ بنغسلها كويس وننقعها في خل، ومعانا رصين بصل وفصين توم وربطة كزبرة خضراء وخمس فصوص توم. هنجيب الحلة ونسمي الله ونحط معلقة سمنة على شوية زيت. طبعا انا ضربت البصل والقرن الفلفل زي ما انتم شايفين كده، ضربتهم في الكبة. هشوحهم تشويحة بسيطة، وبعد كده هنقول لكم على السر اللي بيخلي الاكل كله في حتة تانية. بعد ما بنشوحها تشويحة بسيطة كده بنحط معلقة كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة دي اللي متابعني عارف اني بدخلها في جميع اكلي، بتخلي البصلة جميلة وريحتها حلوة وطعمها جنان في جنان، وريحتها بتجيب الجيران يقولوا انت طابخين ايه النهاردة. بنقلبها كويس قوي، بس انا مش بصفر البصلة ولا حمرها عشان ما تجيبش حرقان. بحب الحاجة اكلي يكون صحي كده وخفيف. بنضيف الطماطم وبنقلبها تقلبتين زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بسيبها تاخد غلوة كده او غلوتين على بال ما اقطع السبانخ الجميلة. شوفوا جميلة ازاي، تنقي كده السبانخ الخضراء وتشيل منها الورقة الصفراء. شوفي ما شاء الله جميلة وطعمها كان خطير. طريقة ماما وما بعتمدش الا هي من ساعة ما اتعلمتها، ولادي بياكلوها وبيحبوها، وكمان فيها نسبة حديد روعة. دي بقى كزبرة ناشفة على كزبرة خضراء على توم، خمس فصوص توم كده. طبعا بنشوحها برضو، وبعد كده بنطش بها السبانخ. ما سمعتوش انتوا الطشة؟ والله ريحتها كانت جميلة وقلب البيت. طشيتها اهو الكزبرة بالثوم على السبانخ، بقلبها تقريبا زي ما انتم شايفين. شوفوا ما شاء الله خضرة وحلوة ازاي. اهم حاجة وانتي بتعملي السبانخ ما تغطيهاش عشان تفضل ايه، خضرة كده وجميلة. ريحتها كانت خطيرة وطعمها جميل، جربيها بالطريقة دي مش هتندمي. وده رز حباية وحباية، بحبه قوي، احلى من رز بشعرية وكمان موفر. ومعانا كان في حتتين لحمة كده فاضلين من امبارح برضو حطيتهم. وشوفوا بقى شكل الرز وشكل السبانخ ما شاء الله. يا ريت تجربي طريقتي، وما تنسيش الشرك في قناتي مطبخ فاطمة، وطبيخ كله حب في حب وحكايات من القلب للقلب. يا رب تدخلي الجنة ولادك يطلعوا من الأوائل. يلا شجعيني بكلمة حلوة وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب.